لعدم تسليط الضوء عليهم والاهتمام بهم. أسدل الستار عن مهرجان الخليج السينمائي بدورته الخامسة الذي أقيم مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة. 9 شباب عراقيون من أصل 40 مشاركا فازوا بجوائز متقدمة في المهرجان. دائرة السينما والمسرح رأت أن تكرمهم وتحتفي بإنجازهم السينمائي، وهي لا تعلم بذلك الفوز إلا من خلال الإعلام. أنا عتبي حقيقة كممثل، عتبي على وزارة الثقافة، عتبي على دار السينما والمسرح التي لا تسلط الأضواء حول مثل هكذا مهرجانات أو هكذا أفلام أو هكذا جوائز يحصدونها لهم أبنائهم الممثلين أو المخرجين. خلينا نشتغل بالممكن، شنو الامور المتوفره لنا، لكن ليس على حساب النوعيه، يعني لابد ان يكون هناك فيلم به معنى، به فكر، به رساله، يقدم مضامين عاليه، يوثق مرحله، لكن بالمتوفر بغض النظر عن الوقت. لم تصل السينما العراقية يوما إلى المستوى الذي هي عليه الآن، فقد كان للأفلام العراقية قديما بصمة واضحة في المشهد السينمائي العربي، لكنها الآن تبحث عن مؤسسة وممولين وكوادر ترعى السينمائيين والفنانين ليعود للسينما العراقية ألقها وفنانوها المبدعون القابعون في بيوتهم. السينما صناعة يحتاج لها إنتاج، تقنيات يحتاج لها، يعني يمكن حتى أنا حقيقة لو تسأل أبو الاختصاص السينما هو يذكر لك أكثر وأكثر وأكثر، والسينما العراقية ما تمتلك كل هذا. السينما العراقية علينا أن نعترف حقيقة، السينما العراقية بدأت كبيرة، الآن دول عربية متقدمة بإنتاجها تقدر تستطيع تنتج كم من الأفلام السينمائية، لكن هي الآن تحبو بعالم السينما، والعراق بدأ كبيرا. مدير عام السينما وعدنا خيرا هذا العام لاستحصال مبلغ 5 مليارات دينار وإنتاج 7 أفلام عراقية خالصة، وهي دعوة لجميع الفنانين المغتربين والمتقاعدين رغما عنهم للعودة إلى السينما التي ربما تبشر بخير قادم مع مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013. نحن مقبلين على تحريك العجلة الروائية الطويلة، على تحريك الكاميرا بالأفلام الروائية الطويلة. هذا حلم إلي إن شاء الله يتحقق، وهو حلم كل السينمائيين. فوز الشباب العراقي في المحافل العربية والعالمية ليس جديدا عليهم، وليس جديدا أن تكرم المؤسسة في حفل بسيط جهدهم بعد أن يفوزوا. عليهم إذن أن يعتمدوا على فنهم وإبداعهم وينسوا مسألة الدعم والإنتاج. من بغداد، رعد البصري، قناة الفيحاء.